ماشي، ما علشان اكون شاطر في الرياضة انا هحل مسائل كتير، علشان اكون شاطر في الانجليش فانا هحفظ كلمات كتير وهبراكتس كتير فهبقى شاطر في الانجليش. علشان ابقى شاطر في اي مادة انا عارف هعمل ايه عشان ابقى شاطر فيها. طب علشان ابقى شاطر في البرمجة بقى، مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي دي، هعمل ايه علشان ابقى شاطر فيها؟ هكتب كود كتير. بص، الكود هي خطوة واحدة من الخطوات اللي احنا بنعملها في شغلنا، وهي في الغالب بتبقى من الخطوات الأخيرة، يعني ما بتكونش آخر خطوة بس هي بتكون من الخطوات الأخيرة. طب احنا طول النهار بنعمل ايه؟ احنا بنديزاين حاجات، بنفكر في حاجات، بنخطط لحاجات، بنشوف تأثير حاجات على حاجات، بنشوف لو عملنا دي ايه اللي ممكن يحصل في السيستم بتاعنا، هل الحاجة دي متوافقة مع السيستم ولا لأ. ده كله بنعمله ازاي؟ ورقة أبيض وقلم ازرق بس. هو ورقه وقلم وقاعدين طول النهار بنشتغل بالطريقه دي. طيب بنكتب بقى كود امتى؟ في الاخر، بعد ما نقول خلاص احنا هنعمل ده، نجيب بقى التول دي اللي اسمها كود او اسمها كتابه الكود، ونبدا ننفذ بيها اللي احنا قلناه. فاللي عايز اوصله لك ان صناعه البرمجيات هي خطوات كتير قوي، مش كتابه كود بس. ايه بقى الخطوات دي؟ احنا مع بعض طول السنه نبقى نتكلم كل شويه في حاجه، مش هديك كل حاجه في فيديو واحد. طيب علشان اكون بقى شاطر فيها، كل حاجه في المنهج ليها طريقه في المذاكره. كل موضوع فيه طريقه للمذاكره. في اجزاء هتبقى محتاج تكتب كود كتير عشان تكون شاطر فيها، في اجزاء هتكون محتاج انك تخطط كتير والديزاين كتير عشان تكون شاطر فيها، في اجزاء هتحتاج ان انت تحفظ حاجات عشان تكون شاطر فيها. مش البرمجه فهم مش حفظ. بتحفظ لما بتفهم، يعني الحفظ بيكون جاي من الفهم. فاهم الفكره؟ ف ما تقلقش ما تقلقش، والله المادة سهلة جدا يعني، والدنيا بسيطة وسهلة. خليك معانا وهقول لك شوية تابس عند تريكس كده طول ما احنا شغالين طول السنة ان شاء الله. سلام.